تفاهم بين اللاعبين. صار في رغبه حقيقه. شوف انه في يعني تحمل مسؤولين يبي يرضون الجمهور. صحيح خالد. اول شيء نقول الحمد لله. خالد هذا في ملياردير امريكي اسمه هنري فورد. ايوه اتوقع الكل يعرف هنري فورد. لا والله ما نعرفهم كلنا. هو صاحب شركات فورد العالميه طبعا. اوكي. قال الفشل هو الفرصه الوحيده للبدء من جديد بذكاء اكبر. فاليوم احنا تعرضنا يمكن للنقد. الامارات او منتخب الامارات تعرض للنقد كثير في مباريات كثيره، ولكن اليوم قدر المنتخب يراوينا شيء جميل من زمن الابيض الجميل. بدا اليوم طبعا كوزمان بتشكيله حقيقه انا اول ما شفتها كنت خايف، يعني طريقه هجوميه بحته. يمكن ما حط الا لاعب واحد وسط اللي هو ماجد راشد، ارتكاز، عنده نزعه دفاعيه. خيمينيز اللي هو صانع الالعاب بعد حطاه كسته، وحط الغساني وبرونو وعلي صالح قدام كايو، فمبين انه يبي يهاجم بخمسه. فقدر انه يوصل المبتغاه من اول 18 دقيقه او الدقيقه 16 سجل الغساني. طبعا الغساني برافو اليوم لعب جيم كبير، عوده جميله وسجل هدفين، وقدر المنتخب انه يتقدم ويسيطر. حقيقه المنتخب الكويتي ما كان سهل، حتى في اللحظات اللي المنتخب نزل مستواه وقدر المنتخب الكويتي برغم النقص اللي عنده انه هو يسجل. قدر المنتخب الاماراتي يرجع ويتماسك وينقل كره جميله، قدر انه هو يحقق يسجل الهدف الثالث، الهدف الجميل اعتبر انا من اجمل اهداف البطوله عن طريق خيمينيز بتسديده جميله مباغته من خارج 18. يعني امور كثيره. حتى شفناه اليوم كوزمان اشرك عدد من اللاعبين. على فكره المنتخب الاماراتي خسر 3 لاعبين. خالد خسر علاء زهير اللي هو الظهير الايمن، وخسر حارب، وخسر لوان، هذول خلاص برا البطوله، خسرهم من اللعيبه الاساسيين. وقام كوزمان شفناه في تبديلاته في الشوط الثاني قدر انه يزج بعصام فايز ومحمد جمعه. محمد جمعه لاعب عمره 19 سنه، هاي اول مباراه له دوليه، ونتمنى له ان شاء الله مستقبل لاعب واعد ولاعب مميز وعنده مهاره من لعيبه المنتخب الاولمبي والمراحل السنيه في المنتخبات. ريتشارد اكونور كذلك، هاي يمكن اول مباراه يشارك فيها، ظهير ايسر جيد من نادي الجزيره. سلطان عادل عاد، ويحيى نادر شارك بعد في الدقائق الاخيره. كلها تجهيزات وتحضيرات للمباراه القادمه مع الجزائر، ما راح تكون سهله، ولكن الحمد لله احنا مطمنين. الفريق ظهر بشكل جدا جيد اليوم وظهر بشراسه. واشكر اخوي الرواس، واشكر اللي طبعا دعمنا في الترشيحات. رواس كانت يمكن كلماته ماجد بعد ماجد استاذك. شوف انا ما دعمت عمليه خالد. مبروك اولا الامارات، مبروك الاردن. ما نتكلم. الله يبارك فيك. ذكرت انه انا رشحت الامارات من بدايه، شفت الفرق كلها كبطل. في رايي الشخصي الامارات سيحرق الاخضر واليابس. زحف الجماهير الامارات لا تحرق بالالاف. لا بقول لك انا رايي. يا اخي لا تنفخنا وايد. انا دائما احدد ابطال في كل بطوله، وهذا رايي. توقعات فنيه ما لا تدخل. والجمهور الاماراتي جاي يزحف بمئات الالاف. يعني لك هديه مني لو الامارات حقق ان شاء الله يفوزوا. خلاص الارجنتين قد فوزناه. بنتكلم فنيا صراحه. شوف اولا اي فريق عشان تشوفه فنيا شوف دكه الاحتياط ماله، وش الاسلوب وقدراته، خاصه في الشق الهجومي. الامارات انتم شفتوا من الفرق كلها عنده حلو، بس ما كان عنده الحظ. الان قال الحظ. تعرف انت كلنا امس متوقعين مصر، لانه الاردن صعد بيلعب وين؟ الصف الثاني. اليوم الاردن منافس قوي، خدم اقوى منافس انه يروح للنهائي. ممكن قد يتقابلوا قد يتقابلوا هو مع السعوديه. هذا عموما شوف الامارات عناصر اولا امكانيات غير طبيعيه، بدلاء كثير. تشوف الباكات عندهم شوي العمق، ما في انسجام بين اللاعبين لانه كل مره يبدل، ما يخلي الاثنين مع بعض. اما الشق الهجومي متعب لاي فريق لعلمك انت. حلول ليش؟ الحلول كلها عندهم، تسديدات عندهم حلو، مهارات فرديه عندهم حلو، البينيات عندهم حلول، العملية ال1-2 عندهم حلول، العرضيات حلول، كرات ثابتة حلول. منتخب الإمارات بدليل بعطيكم، منتخب الأردن من أفضل منتخبات حاليا في البطولة، كان الصف الأول والثاني وناقص، والإمارات لعب معاه وكنا مش ناقص وسجل وكذا،
معناها هو 7 دقائق بس 7 دقائق رباس. لا. الامارات مع لكن لولا فوز لو لم انت بس تبغى تتناقش معي تدخل معي خط مصر. دحين مصر. ما عندي نقاش. لا. لا عرب ولا افريقي ولا هذا بحط رايي في الفيلم. ولا عندي فلان ولا بلاد. لا تحليل فني بتناقش لا قوميات ولا رايي قومية ولا- فني. رايي فني. هو زعلان ليه استبعدت المغرب يا لا احمد؟ استبعدت نعم. استبعدت لا كان رواس فتحة. ابلتي ابلتي يا خالد الشكل فاهم برنامج بالغلط. لا. قل له هذا والله برنامج غلط. الاتجاه المعاكس مش الاتجاه المعاكس البرنامج. هذا البرنامج كل واحد يحط رايه. انت لا. ريتني أنا عندي غير فيصل قاسم، انا اطلب فيصل قاسم حطنا انا وهذا في البرنامج الاتجاه المعاكس نتكلم عن القوميات وعلى مدري ايش وشمال وفريق واسيا وانا وياه لا. على طول تعال معي. لا وبلاتي لا جاوبني على السؤال، جاوبني على السؤال فقط. انا ما هدرتلكش على القوميه العربيه ولا شو. ليش تسالني انا؟ الامارات انا بسالك ليش تسالني خليت تكون تسالني انا؟ لا لقاش انت تحدثتي وانت رشحتي قلت وتحدثت. الامارات بطل من الان. رايي الشخصي. لا رايك الشخصي ولكن غير سؤال. لماذا لم ترشح الجزائر يا أخي لا المغرب دخل فقط الامارات ياك رأي فني. ولولا بداية. لو تعادلت مصر ولو فازت الامارات خلاص انا رشحت. اذا اين هو هذا التوب؟ لولا ترشيح ان شاء الله ما يصيب. توقع بكره تطلع الامارات خلاص وانت ترشح مثلا المغرب وهذا رشح لا شوف بلاتي عندنا البرنامج دابا نوصلوا له ياك دابا نوصلوا للبرنامج ياك كل منتخب اليوم الان غادي تشوف وجه اخر. لا غتشوف وجه اخر على المنتخب السعودي. مباراه السعوديه والمغرب بالامس ما كانش مستوى تليق بالكره العربيه. انت لازم تحطني مع المغاربه والسعوديين ولا تحز الجزائر لانك انت مسخوط بالمغاربه. هذا فاز على الجمهور يضرب الناس ما تشوف الحلقه وعايش علي هو. يقلب السالفه. انا اقول لك يجيب لي السالفه. تبغى ضد هذا الفرق يعني؟ لا. انا مش ضدهم. شوف انت من حقي انا رشحت فنيه. شوف انا من اول بدينا البرنامج هو مرشح الامارات أوكي. وهو عماني ويرشح الامارات. دائما انا رشحت الارجنتين ورشحت المغرب. واقعي هو واقعي. لا لحظه هي الواقعيه. يشوف لا ما حد هو واقعي اصلا. لا هو فريق الامارات في الفريق كاس العالم خلي في كاس العالم ما حد يتوقع المغرب انا من اول. انت الوحيد. ايوه نعم رشحته هنا والارجنتين بطل. اثنين قلت له الحصان الاسود المغرب بيوصل للدور الاربعه والارجنتين بطل وخسر مع السعوديه وقلت لهم بطل. اذا انت شريف مو شريك بشوف فني. شريف عندنا في المغرب يعني انسان من الاشراف. لا ما له دخل سحار يعني. ولا دخل هذا لا دخل تحليل فني. كل واحد له نظره فنيه ممكن تصيب ممكن ما تصيب. لا بس انت بما انك بتحكي عن الامارات من اول البطوله اذا انت مقتنع تماما منتخب الامارات كويس بكل بساطه. وبعدين ايش اسوي؟ لما ارشح افريقيا احب ادافع عنه. هذا قعدتي والعراق واعطي روح العراق مع الاطفال الاردن واعطي صناعه كذا. والعراق مع الاردن بدخلني في العراق حبايبي العراق. دول وبنوك وحكام واكاديميات. لا اعطيني المباراه الجايه العراق ضد الاردن. العراق ضد الاردن. منو؟ هذا صديق العراق. هذا صديقك وهذاك صديقك. شفت الاردن قوي اقوى فريق اقوى فريق. لا هذا عرب اسيا بيناتنا. خلي بلاتي اسمع احنا عرب اسيا بيناتنا انت مالك دخل. قول لي واحنا عرب. يلا اشتغل. انا وياك بنتلقى في نصف النهايه. يلا اشتغل عادل. يلا اسكت. العراق ما فيش الاردن. العراق مع الامارات مش الاردن. لا هو يريد يفتح موضوع. لا الجزائر مع الامارات. الامارات انا مرشح الامارات تقول لي يعني ما له شغل وانها قلت علي بن الشيخ احنا غادي نتلاقاو احنا وياكم في نصف النهايه ان شاء الله ياك. لا السيستم هو التعصب عندنا. السيستم هذا هو التفكير المغرب وهذا الست. نحن ما عندنا هذا التفكير. ورا هو قال لك عرب اسيا بيناتنا. لا انا بجيبها شوي بجيبها على عقلها. دابا اعطيني غير البطوله اللي قبل هذا جمال رشح الجزائر وانا رشحت المغرب. بطوله كاس العالم ما كنت معانا انت. هذا رشح الجزائر الوحيد وفازوا وانا رشحت المغرب
واللي طلع المغرب الجزائر. لا وانت ولا رشحت فريق خليجي. يعمل لك مشكله. السؤال جاوبني على هذا السؤال. اذا تلقت العراق مع الامارات، العراق مع الامارات شكون؟ ما عندك سؤال، انت بتضربنا في الجمهور، تروح كذا تروح كذا الرواس ينام بعد شيء عنده سينما على الشيخ سينما وتمثيل. انا اكون هنا وروح هنا. تعال انت. ودابا علاش ما بغيتش تجاوب على السؤال؟ العراق والامارات. العراق والامارات. فريق قدم هنا الاردن والامارات شوف فنيه، لكن بيطلعوا العراق. شكون يطلعوا العراق؟ بين العراق والاردن كذا. هاي خليها لوقتها رواس لوقتها. هو طلعك. انا ترشيحات عاد ممنوع انت بعد. لا انا ماليش دخل. رشحت البطل وبس انت حر مرشحت البطل ممكن عادي. انا مرشحت خلاص عادي. مشكله حتى الترشيح ممنوع. لا مش ممنوع. زين نرجع نتكلم شوي على اي كلام بس نشأة اكرام. كلام هلكنا لك. نشأة شكرا. احمد الرواس. احمد الرواس. بعد يجي خالد احمد الرواس يحط المشكله فوق يعني. يا خالد الناس ما يشوفون بدايه بعضهم والله ما يتابع الحلقات يشوفوا جزء في اليوتيوب وكنا نحب نسبهم. نحن ما نسب رواس هذا بيغير. حبيبي انت مختلف من نفسك قناعاتك مالك شغل بالناس. انت قناعاتك قولها ولا تجرح بحد زي كل شيء ما لك شغل بحد. وانا بقول قناعتي لكن هذا يغير الكلام بس ما هذا هو قال هذا زين. قلت هذا ماشي. وانت العافيه في المغرب ما نحن عندنا عافيه. طيب. نحن انتم ونحن. طيب خلونا نروح للقاءات. سعود غانم سوى لقاء مع فهد الهاجر عن المنتخب الكويتي، واصلا مجموعه لقاءات مع الامارات والكويت. يا مرحبا ومسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، مستمرين معكم في تغطية كواليس ما بعد مواجهة